قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد، ولا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب. تتجه أنظار جماهير الكرة المغربية إلى مواجهة قوية تجمع بين الرجاء الرياضي البيضاوي واتحاد توارك ضمن منافسات البطولة الاحترافية المغربية القسم الأول، في مباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في صراع النقاط وتحسين الموقع في جدول الترتيب. وتقام المباراة يوم الأحد 25 من يناير 2026 على أرضية ملعب المدينة بمدينة الرباط، حيث يستقبل اتحاد تواركة هذه المواجهة على ميدانه. وتنطلق الصافرة بداية اللقاء في الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي الساعة 7 مساء بتوقيت مصر وليبيا، بينما يكون الموعد في الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية وقطر والكويت، والساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. وتنقل المباراة بشكل رسمي عبر القناة المغربية الرياضية رياديه الناقل الحصري لمباريات البطولة الاحترافية، مع تغطية شاملة واستوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء. ويدخل الرجاء البيضاوي هذه المواجهة وعينه على تحقيق الفوز مستغلا خبرته الكبيرة وقوة لاعبيه، في حين يسعى اتحاد تواركة إلى تقديم أداء منظم ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أكثر الأندية تتويجا في الكرة المغربية، ما يجعل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات ومثيرة حتى صافرة النهاية.